بون سواري، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني يا حبايبي. احنا مع بعض في سلسلة سؤال وجواب. معانا سؤال جديد، يلا نشوف السؤال بيقول لنا ايه. في حد بيقول لنا: انا اتطلقت بعد 6 شهور من الجواز، وحاليا انا حامل في التاسع، وهولد على العيد ان شاء الله. انا عندي 22 سنة، وحاسة اني خسرت كل شيء. هو فعلا حياتي وقفت ومش ممكن اتجوز تاني، علشان كل اللي حواليا بيقولولي كده، عشان اوافق ارجع لطليقي تاني. بس انا مستحيل ارجع، لانه خاض في عرضي وشرفي، وسكت على اهانتي من اهله. انا ما كنتش اتخيل ابدا انه ممكن يتفرط فيا بالسهوله دي. بصي، هو يعني انا عايزة اقولك نصيحة دي مهمة جدا في الفترة اللي انتي فيها دلوقتي دي. يعني احسن حاجة تعمليها ان انتي ما تفكريش ايه المشاكل اللي عندي، وانا اتجوزت واتطلقت وانا حامل والحمل ده هيبقى عامل ازاي، وترى هتجوز تاني ولا لا، والمشاكل كل دي هتعمل عليكي لود جامد جدا، وهتعملك مشاكل نفسية ممكن تؤدي كمان لمشاكل في الولادة. يعني ده موضوع هيأثر، يعني الحاجات النفسية بتأثر على الحاجات الصحية، فما بالك بقى كمان الحامل. يعني انت ممكن تعمل لا قدر الله يعني في ناس بتحصل عندها حاجات زي كده، ولادة مبكرة، في مشاكل في الأطفال، الكلام ده كله. فربنا يبعدنا عن الحاجات دي، تمام. وإن شاء الله تولدي ولادة طبيعية، وربنا يقومك بالسلامة يا رب. أهم شيء انتي ركزي دلوقتي في ان انتي حامل، وأنا أهتم بقى بصحتي ازاي، اهتم بنفسي، اهتم بالاولد طبيعي، اهتم بالوضع القائم اللي انا فيه دلوقتي. انسي بقى انا اتجوزت وانا حامل، وانا يعني انسي بقى اتجوزت والمشاكل اللي عندي دلوقتي. بلاش كل المشاكل دي، هتفضل عاملة لود على دماغنا، والكلام ده كله هيأثر على نفسيتنا وهيأثر على جسمنا. وطبعا يعني مادام احنا كمان في حمل والكلام ده، يبقى هيأثر كمان على الطفل. فعلشان احنا يعني ما نتعبش نفسنا صحيا وجسديا والكلام ده كله، ناخد بالنا ان احنا ايه، خلاص يعني اللي حصل حصل، اتجوزنا اتطلقنا خلاص. انت دلوقتي مش في قصة ان انا اتجوز تاني او ما اتجوزش تاني، ارجع لطليقي ولا ما ارجعش لطليقي، مش هو ده المهم دلوقتي. اهم شيء دلوقتي احنا نركز فيه ان احنا في دلوقتي انت عندك حمل وعندك ولادة بعد فترة قريبة ان شاء الله بإذن الله. تهتمي بصحتك، تهتمي بأكلك، تهتمي لو في فيتامينات معينة بتاخديها، متابعة عند دكتور، كل الكلام ده نهتم ان احنا نعمله. واي حد يتكلم بقى يقولك طليقك ارجعي، مش هتلاقي تتجوزي، مش ما ترديش بقى على اي حد. او يعني احسن حاجة تقوليها ان انتي تردي عليهم، تقول لهم ايه: انا بقى لما ايه ربنا يعني كده يعني قومني بالسلامة واولد واقوم كده واولد وابقى اشوف بقى ايه اللي هيحصل، ارجع لطليقي ولا اتجوز تاني، ولا اعمل ايه، ولا هعمل ايه في حياتي. واجلي كل حاجة لما بعد الولادة، وفترة كمان زي ما قلت لك بعد الولادة تهتمي بالطفل وتهتمي بنشأته وتهتمي بانه انتي تغذيه كويس وتهتمي بيه وتهتمي بصحته. كل ده اهم عندنا من ان احنا نرجع لطليقنا او ان احنا نتجوز تاني. يعني هنرجع لطليقنا او هنتجوز تاني، ده هنحدده فيما بعد الايه الفترة دي او المرحلة دي. بعد ما تقومي بالسلامة ان شاء الله بإذن الله، وتهتمي بالطفل الفترة الكافية، تبدأي ان انت حتى يعني زي ما بنقول كده دلوقتي، او الكلمة الشائعة ان احنا نتخطى افكار معينة. لو انت قدرتي ان انت تفكري بقى وتقعدي مع نفسك وتتخطي فكرة ان هو غلط فيكي في ان هو اتكلم عنك كلام مش كويس او الكلام ده كله، وهو حس بندم من الكلام ده، وانه ده حصل حاجة مثلا خطأ هو غير مقصود او حاجة زي كده، واعتذر عنه، وفكرتي ان انت تتخطي الكلام ده كله وترجعي له. الغلط اللي حصل من اهله ناحيتك برضو، حصل فيه حاجة ان انت حسستك بالرضا شوية، تقدري ان انت برضو تتخطيها وترجعي تعيشي معاه تاني. فدي حاجة نفكر فيها بعد زي ما قلتلك ايه الولادة، وان احنا نقوم من الولادة
وان احنا ناخد بالنا من صحتنا وصحة الطفل. لقيتي ان انت مش عارفة تتخطي الكلام ده كله وخلاص الموضوع ده اتقفل، خلاص احنا مش هنفكر فيه، واكيد هيظهر قدامك حد تاني احسن، هتعيشي حياتك وهتقدري ترتبطي بحد تاني يكون انسان كويس وانسان محترم. فحتى كمان الناس اللي بتلح عليكي بان انتي ترجعي لطليقك تاني، ان انتي مش هتلاقي دول بقى بعد ما انتي هتقعدي تقولي لهم انا طب لما اولد، طب لما اخد بالي من الطفل، طب لما اعرفش ايه، هيزهقوا بقى من كتر ما هم بيتكلموا في الموضوع دون. واهم شيء انتي ما تفكريش وتفضي دماغك كلها من المشاكل دي كلها، علشان الحاجات دي ما تضغطش عليكي نفسيا وتأثر عليكي في الحمل بتاعك. وربنا يا رب يعني يقومك بالسلامة، وكل اللي زيك يا رب إن شاء الله ربنا يفرحهم بأولادهم يا رب. وبرضو أصحابنا وحبايبنا في الكومنتات اكتبوا لنا رأيكم إيه، وما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل القصص الجديدة اللي معانا. وأشوفكم في حلقة جديدة. أربع